السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. عدى وقت طويل قوي من ساعة اخر فيديو طبيعي نزل هنا على القناة، واخر فيديو سجلته بصوتي ونزلته على القناة. كان باسباب طبيعية، الدراسة والكلية، وطبعا مؤخرا الاحداث اللي حصلت في فلسطين. الواحد بجد نفسيته كانت متدمرة. الاحداث اللي كان بيحضرها كانت غريبة وجديدة، اول مرة يعني اشوفها. نفسية الواحد بجد ما كانتش قادرة تعمل اي حاجة. يعني الواحد كان مصدوم، العالم كله كان زعلان، العالم كله كان بيبكي، العالم كله كان مصدوم من اللي بيشوفه. بس بالرغم من كل الحزن والزعل ده، حصلت حاجات ايجابية برضو، زي ان انت بدأت تشجع منتج بلدك، بدأ يكون في وعي، كل الناس نزلت وكل الناس وصلت صوتها. احنا فعلا الايام اللي فاتت دي فهمنا وعرفنا انه لينا صوت، وانه نقدر نعمل حاجات كتيرة قوي. احنا مش ضعاف، احنا اقوياء ونقدر نعمل حاجات كتير قوي. وعرفنا ان احنا المؤثرين، احنا بنأثر، احنا صوتنا بيوصل، احنا نقدر نعمل حاجات كتيرة قوي. كل الحاجات دي حصلت الايام اللي فاتت. طبعا ما كانش الانسان عنده طاقة خالص انه ينزل فيديوهات ويعمل فيديوهات وكده، بس حصلت حاجات خلتني احس انه لا، لازم اكمل، لازم اعمل فيديوهات واسجل واعرف الناس معلومات. في الاول وفي الاخر احنا محتوانا كان هادف، يعني محتوانا هادف ومفيد. انتم بتعرفوا معلومات والحاجات دي مفيدة، يعني احنا محتوانا ما كانش ترفيه او حاجات ملهاش لازمة اقصد. يعني فالحاجات دي انتوا لازم تعرفوها، ولازم تكملوا المشوار، لازم تتعلموا، لازم يكون عندكم وعي تجاه كل حاجة بقى. وتحديدا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه واللي مخصصين فيه، يعني مختصين فيه، فهي دي الأسباب. فإن شاء الله هنرجع ننزل فيديوهات تاني ونكمل المشوار. في نفس الوقت مكملين بدعمنا لفلسطين والدعاء ليهم، مكملين في المقاطعة وتشجيع منتج بلدنا وتشجيع بلدنا. وياريت يكون في تشجيع لأبناء بلدنا وشباب بلدنا، بأنكم تشيروا القناة لكل أب وأم وكل الناس. كلنا محتاجين يكون في وعي تجاه الأطفال، وإزاي نتعامل معاهم ونفهمهم، إزاي نتصرف وإزاي نربيهم، إزاي نعلمهم، إزاي نتعامل معاهم بشكل صحيح. كلنا محتاجين كده. مكملين في الدعاء لشهدائنا اللي أغلبهم أطفال ونساء، مكملين في مساعدتهم، مساعدة أهلنا وإخواتنا في فلسطين، مكملين في كل حاجة كنا بنعملها إن شاء الله. في نفس الوقت لازم تكونوا عارفين حاجة مهمة، وهي إن الفترة الجاية هيكون عندي امتحانات كتيرة قوي في الكلية، فما تنسوش تدعولي أنا كمان. ودلوقتي هسيبكم مع أغنية ياريت تسمعوها وتركزوا في كل حرف فيها. هتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا. جايز ظلام الليل يبعدنا يوم، انما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد زمان. جايز ظلام الليل يبعدنا يوم، انما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد زمان. حلمنا طول عمرنا حضن ضمنا